يو واهلا بيكم في فيديو جديد. بس النهارده ما عندناش العاب، حكايه حابب احكيها لكم كلكم. انا دلوقتي عندي مشكله كبيره قوي مع الطريق. ايوه عندي مشكله مع الطريق بنها الزراعي. دي مشكلتي معاه والله. يعني حصلت حاجات كتير قوي فيه من والى وبعدين، وهقول لك ليه. يعني انا كواحد في كليه زراعه، كليه زراعه في الشغل، بدات الحكايه كلها من لما جالي التنسيق بتاع ثانويه عامه. دي اضرار ثانويه عامه. ده كان يوم النتيجه، والبتاع دي لغايه دلوقتي ما صلحتش، انا اللي كسرها بايدي. ما علينا. يعني كل زراعة مشوار ازاي وبعيدة عني. انا مش تبع محافظة القليوبية. اترميت هناك ليه؟ التنسيق اسوأ حاجة ممكن ترميك في اي حتة. فايه الطريق اللي يوديني كلية الزراعة دي؟ طريق بنها الزراعي. اسوأ ما يكون عليه انك وانت ماشي فيه بتدعي دعاء السفر، وبتدعي ان ما يحصلكش مشاكل او ما يحصل لك حاجة، من كتر ما هو الطريق بشع ومفهوش اي سبل من سبل انك تبقى مطمن كده وانت راكب، غير انك الراجل اللي معايا راكب معاه مشغل قران. انا بجد بكره الطريق ده. حتى سالت ناس في الكليه وصورت معاهم وقلت لهم الموضوع ده. بس انت ايه رايك في طريق بنا؟ ايه؟ ايه رايك في طريق بنا؟ فل الفل. الحر ولا بنا الحر الزراعي، ايه رايك؟ الحر جامد. لا هو انا هسال السؤال ده عشان هقول انا لك هاخد اللقطه دي بس واحطها ولا إيه؟ خلاص هقول لك مش حلو. بس يلا. بص يا اخويا ثانيه مستعجل. مش عاجبني. ليه في كده؟ مكسر، في حاجات مكسره. والله انا بقول كده. كل يوم بص يعني ساعات بتعب من كتر حصلت لك التخبيط مشكله فيها قبل والبتاع. كده؟ اتخبطت في دماغي من العربيه. انا عجباني الافوره دي، هنحطها في الفيديو هتجيب فيو. وانت اسمك ايه؟ جيمي انا باجي من شبرا. انا راجل جدع، انا باجي مع زيك. راجل رجوله. اخويا انا من بابا وهو من شبرا. اخويا قول لي بقى ايه رايك في الطريق الزباله ده؟ الطريق طريق ده مش طريق، ده طريق بتاع عربيات كارو يعني. عباد ايه؟ عربيات كارو عارفها اللي هي بحمار دي. رئاسة الجمهورية FBI. احنا كنا رايحين سينا. يلا اتكل على الله. هات. لا المايك هنا اهو، المايك هنا اهو مش هناك. المايك هنا اهو مش هناك. المايك هنا. اللي بقى ايه مشكلتك مع الطريق الزراعي؟ لا انا ما باجيش طريق زراعي. صاحبي يا عم. ده اخويا. اخويا يا قول لي جدعان انت بترجع بتيجي منين؟ باجي من خصوص. جدع جدع. حبيبي يا بتيجي من محمد. خصوص، انا باجي من امبابه. قول لي بقى انت بتيجي وانت جاي من الكليه هنا بيبقى الطريق بالنسبه لك عامل ازاي؟ فل الحمد لله. جدعان عايزين الفيديو ده اقل حاجه يجيب 200 لايك عشان بس ايه؟ بقى بس بقى بس بقى بس بقى كل ده بيتشال. يلا يا رجاله شكرا نورتوا الفيديو. يلا سلام. خش معايا الاقتراح. يلا انا عايز اسالك انت تيجي منين؟ تيجي منين يا استاذ ميسي؟ من سريوس يا عم. تشيل ليه يا عم؟ ومعانا شبيه ليونيل ميسي. المعلم ابراهيم السماك. ايوه هي دي اللي هتيجي. لا يجيب لي فيوز ده. يا عم وريه بس كده. السنجل ماركس. اتولدت على الطريق الزراعي اصلا. صدقني صدقت انا نشأت وترعرعت عليه. ترعرعت عليه؟ اه ترعرعت حتى إزاي؟ لما سافرت ايطاليا. ايوه صاف يا ابني. انا رجلي وجعاني يا ابني، انا سني كبير. على الطريق الزراعي. زي الفل. الرجاله دي كلها في الكليه ما عندهاش مشكله لان كلهم ساكنين قريب من الكليه. انت ايه مشكلتك مع الطريق الزراعي؟ اه صحيح، ده احنا هتشوف الفيديو. انت اهم حاجه. هتشوف الفيديو. تعمل واحد. هتشوف الفيديو. فهمت، ده هيعمل فويس اوفر بعد كده. لا 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 انا هروح. دي حفره بنتي من الطريق ده فيه حاجات كتير وهقول لكم عليها من اولها. اولا كده تخيل انت طالب لسه في سنه اولى وحابب تروح تقدم في كليه زراعه. اول يوم تقديم ليك حلو، يوم نطره عادي، كان لسه في اول الشتاء، كان لسه شهر 9، كان يوم عادي جميل جدا. الطريق عامل ازاي؟ انا كان في حوالي 4 عربيات مقلوبه على الطريق. متخيل ازاي؟ تخيل انا من بدايتها اصلا والطريق جايب لي رعب كده، اللي هو انت انا ازاي هكمل هناك. فكنت حاطط في دماغي اول حاجه ان انا ايه ده؟ عفوا يا مدحت وعاوز ان انا اخلص سنه اولى زراعه وبعدها اطير على القاهره او اطير على كليه تانية او جامعه تانية. هضطر ان انا اروح الطريق ده تاني. بس من بدايتها كده 4 عربيات مقلوبه، واحنا حرفيا واحنا ماشيين عربيه عملت ايه؟ طب خد وتحت راح فوق وتحت راس. ايه مفيش سفلته في الطريق وغرز ومطبات. ليه طريق زي مدرسي ماشي مثلا وحاطين مطبات عشان الاطفال تعدي؟ ما انت عندك الممشى. انا مالي ان انت تعملوا كل ده. انا راكب العربيه الاقي السواق قلب نيد فور سبيد معايا وقعد ده عامل اقعد اخبط في السقف انزل في السقف، وانا شخص مش قصير ولا طويل قوي، كله طبط. ده كسير ظهر صح في النازل.
نموت، مفيش صحة، تكسير، تدمير. بس برضه ليه؟ طريق قذر. ليه؟ عبد زنجي ذليل ساعة ونص. سواق بيعدي بيفطر مطبات يلزقك في السقف. أيوة. تمام، يجيب لك ارتجاج في دماغك. أيوة. تمام. شوية بقى حوادث، حاجات على الرايق كده، عارف، حادثة تلاقيها موقفة الطريق. حاجات أيوة. على الرايق كده، حاجات على الخفيف يعني. ماله؟ حاجات بسيطة. لا انت بتركب مع شوية سواقين ما اقولكش يفطروك احلى مطبات على الصبح. لو انت جات لك الفرصه انك تسيب الطريق ده وتمشي هتعمل ايه؟ انا لو جات لي فرصة اسيب مصر كلها وامشي. سلام 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 سلام. برافو عليك. بدأ الترم الأول، الطريق بياخد مني ساعتين عشان سواق حب إن هو يلم مطبات كلها وهو بيسايق. فالعربية تريح شوية، تريح شوية، تريح شوية. طب إيه؟ حابب إن أنا أسوق بدالك؟ أنا لو أعرف أسوق بآخر أسوق عجل. حصلت معايا بقى حاجة تانية. بدأ بقى موسم المطر الجميل والغزارة والسيول والرعد والبر، وخوفا على صحة طلابنا سوف نلغي دراسة. وأنا راجع من الكلية العربيات بتلعب سكيت، حرفيا بيلعبوا سكيت، وانا في النص قاعد بين في السكيت اللذيذه دي قاعد بدريفت معاهم. انك قاعد بتدريفت بعربيه تويوتا ميكروباص، حرفيا اليوم ده العربيه كانت خبطت في السور ولفت 360 حوالين بعضها كده. انا كنت راكب قدام اللي هو حرفيا انا خلاص كده والله اكبر خبطت خلاص، قلت الشهادتين يومها وكنت هموت، والناس ورا اعياط بقى وسيول. تعرف انت لما جيت طالع الكوبري الميه كانت كده حواليها وانا طالع كده، العربيه عملت كده بترقص هندي، العربيه بترقص هندي. كنت بزحلق على الجليد المطري. ايه الجليد المطري ده؟ لما تعرفوش غير في الطريق الزراعي المصري كده، الباليه المائي برعايه عربيات الكليه. في سنه تانية راجع من الكليه، يعني انا نفسي بجد ارجع في الكليه طبيعي، غير ما انا البس لي مطبين وظهري يتكسر واروح مطبق نوم ومش شايف حاجه. نكمل لك الموضوع ونكمل لك قد ايه الموضوع باشا. تخيلوا انت مروح الكليه برضو الطريق زراعي، هتلاقي مره واحده كده حد بين البطاطس بيعمل عايزه تنزل عليك، البطاطس هتموت وتنزل عليك تفطسك، تعملك مهروس. انتقام البطاطس، تعملك بطاطس مهروسه زي ما انت كنت بتهرسها وبتعملها مع البابا غنوج والفطار والمسقعه. تخيل لما تكون مهروس من بطاطس، يعني ليه؟ تكملة للموضوع، الاقي بقرتين مصدرين الطرشه، يا ريت بيبصوا لي مديني ظهرهم، البقره كده وانا راكب جنب السواق وحاطط ايدي كده، البقر سايب كل الطريق وحب يعمل نداء الطبيعه، يعمل على ايه؟ فك ميه على العربيه. لولا اني ما دخلتش ايدي بسرعه كان زمالي حاليا في عداد الخرا. دي برضه من مساوئ ان انت حرفيا جنبك معجز وبقر وبتاع بس عادي ما قلناش مشكله برضه، عادي. ومن المشاكل برضه الغريبه اللي حصلت معايا، رايح الكليه عادي مع السواق حب يلعب معايا مصارع روماني. ليه حابب تلعب معايا مصارع؟ ليه؟ بسبب شباب ورا مش عاجبهم ان هو مشغل مزيكا، ان هو مشغل اغاني وكده، فكان معلي الصوت قوي، فنادوا عليه، يا ريت ينادوا عليه بادب. اول ما نادى عليه اداله واحده كده، يلعن مش قادر امنتج الصراحه احط الحته دي، فانا هعمل فويس اكتنج من صوتي. نزلت انا بقى كالبطل انا اوبا. البنات بقى طلعوا بقى شله، ولاد وبنات. البت بقى والله لا صورك، والله صورته، والله مصورك على فكرة. احرج مايكي، صورته. والواد اللي شتم وقل ادبه قال له والله لا احبسك يا ابني. الراجل بقى رايح لقيته جايب حديده كده كبيره كده، مسكته حضنته حرفيا، يعني هديكم واحده ورا هفهمكم ازاي انا عملت مع الراجل، لفيته وعملته، وادم هو السيمبل بتاعنا. يلا يا دوم
اقف كده. هو. وكده زقيت الراجل بعيد عن العربيه. راح زقيته، لقيت الراجل بقى بيجري على العربيه، بيجيب بقى البتاع الكبيره اللي انا قلت لك عليها دي، فمسكته شديته يجري مني، قوم شده خدته بالحضن كده ولفيت بيه ورميته. بس هو ده كان بيلعب بينا اصلا نيرد فور سبيد ساعتها، يعني كان بيعمل، كان سواق ويو ويو ويو. راسب يا ماما. ايوه بالظبط. انا عارف ان ده موضوع طبيعي، بس انا بكره برضه طريق بنها الزراعي. نيجي بقى للموضوع. الموضوع ده يعني هو ده اللي خلاني اتكلم على الفيديو، ضايقني جدا وخلاني اعمله. هو موضوع بس ما بيضحكش خالص، اني برغم كل الحوادث اللي حصلت لي دي الحمد لله طلعت على خير، والحمد لله مستورة، والحمد لله كويس، والحمد لله. حصلت معايا حادثة بجد بقى، وكان فيها فعلا ناس توفاهم الله يرحمه. كانت بدايتها كانوا رايحين من الكلية ومعايا 2 زمايلي كانوا معايا وكده، وكنا قاعدين بنتكلم طبيعي وكده، فكنا بنعدين من منطقة تحت ناحية الطريق الزراعي. المنطقة دي فيها سلم مشاة، كان في يومها والراجل اللي كان بيعدي، السواق كان بيعدي، كان في بنات بتحاول تعدي الطريق، ولما كانوا بيعدوا على الطريق السريع يعني. ففجأة كده الراجل كان ماشي طبيعي واحنا راكبين معاه وعادي، حصل اللي ما كانش حد حابب انه يحصل. بنتين لسه صغيرين، حصلت الحادثة ان واحدة منهم الحمد لله لحقوها، والتانية للأسف كان الحادثة هي اللي خدت كل الخبطة بتاعت العربية. ومش حابب ان انا اخش في تفاصيل اكتر لان الموضوع مش لطيف خالص. بس كان يوم ان انا شفت، يوم ما حصل الموضوع انا كنت قاعد كرسي اللي ورا السواق. كرسي اللي ورا السواق ده انا لقيت الازاز بيتكسر عليا، وودني دي كان كلها صفير، لدرجة ان انا كان في ناس، كنت انا المفروض افتح الباب، محدش، كان كله بينادي عليا وبيزعق وانا مش سامع حاجة. لقيت حد كان بيشدني، فبصيت له وفهمت ان انا لازم افتح الباب. فتحت الباب لقيت بنتين قدامي. صدمة المنظر حتى الان بتتردد في دماغي كل يوم. صدمة الموضوع ما بتفارقنيش ابدا ثم ابدا. مش هقدر افارق فكرة ان انا كان ممكن اكون مكانهم، او ان انا ربنا بعت لي رسالة ان انا لو بعمل حاجة غلط لازم اتوب. ساعتها جايلي كل التفكير اللي ممكن واحد يفكره، انك توقف اي نشاط او اي حاجة انت تخالف ربنا فيها، حتى لو ما بتعملش انت كنت بتشك في نفسك. اللي هو سبحان الله، يعني من الحاجات اللي بجد كحب لازم اذكرها، ان كان عربية الاسعاف كانت ورانا. عربية الاسعاف جات لي لحقتها والحمد لله. البنت الاولانية، التانية للاسف ما كانتش حالتها متأخرة، ارجوكوا تدعوها بالرحمة. تمام. انا حبيتش احكي الموضوع ده الا دلوقتي، لاني حسيت ان في مشاكل كتير بتحصل لي من ناحية الطريق ده، بس الحمد لله انا موجود دلوقتي، وبدعي ربنا كل يوم ان الطريق ده يبقى خفيف علينا وخفيف على الكل، وان ربنا يرحم الجميع. كده نهاية الدنيا الجميل. حابب اوضح حاجة بس بسيطة في نهاية الفيديو ده. حابب ان انا اوضح حاجة بس في اخر الفيديو ده، واتمنى ناس كتير تفهمها مني، ان بجد خلي بالك وانت بتعدي الطريق. انت روحك مش لعبة. ايوه، واهلك اللي خايفين وقاعدين ومستنيينك خايفين عليك، فطمن اهلك عليك وما تخوفهمش ولا تكسر قلبهم، وبعد اذنك عدي الطريق كويس، خلي بالك من نفسك. وبرضه اتمنى بجد طريق بنها الزراعي يتطور ويبقى احسن، وحد يهتم بيه ويصلحه. انا عايز اقول حاجه بس قبل ما الفيديو يخلص. لو لسه ما اشتركتش وعملت لايك واشتراك،
وما تنساش تشوف عشان احنا خلاص قربنا على 1000 مشترك. وشوفك اوعى كده نهايه الفيديو الجميل بتاعنا. حابب ان انا بس اقول اني شكرا جدا انك تابعت الفيديو للاخر، واتمنى انك تدوس لايك واشتراك عشان خلاص قربنا على 1000 مشترك. ولو وصلنا 1000 مشترك في هدايا وفي حاجات جامده جدا جايه قريب. بيس.